إذن لغمار التنافس على هذه الجائزة سنستمع إذن لاسم البلد. Bonsoir, monsieur Lam. La meilleure équipe de la saison, c'est le Maroc. بدون منازع أفضل منتخب لهذا الموسم ولهذه السنة المغرب. القاعة بتصفيقات المغرب يتوج بأفضل منتخب أفريقي لهذه السنة. يتقدم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستلام هذه الجائزة بعد التألق الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي وبعد الحضور القوي وليد الركراكي والمتابعة لاستلام إذن لهذه الجائزة أفضل منتخب لهذه السنة فوزي لقجع والكرة المستحقة الذهبية لأفضل منتخب. عمل كبير قام به المغرب. عبد الصمد الزلزولي حاضر يتابع وبتصفيقات كلمة ستأتي الآن لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نتابع. En tout cas, merci. L'équipe nationale, il a fait un pas permettant à tout le continent de rêver. J'espère que c'est le début pour aller gagner cette Coupe du Monde. Et puis, ce prix, on l'a, on est dans cette situation grâce aux efforts et grâce à tout ce que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous a fait comme infrastructure. Le public marocain qui nous a soutenus partout. Et donc, à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à tout le public marocain, j'offre ce prix. كلمات رائعة من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذه الجائزة تأتي بعد العمل الجيد والرائع لكل عناصر المنتخب الوطني المغربي وأيضا بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوفير كل الظروف اللوجستيكية والبنيات التحتية وأيضا تحية للجماهير التي ساهمت بشكل كبير لتشجيع المنتخب الوطني المغربي ولكل هذه العوامل والعمل الكبير الذي قامت به أيضا الجامعة الملكية المغربية وأيضا اللاعبين والكل. يتم الحصول على جائزة أفضل منتخب لهذه السنة. المغرب حاضر بقوة. ننتقل رقم 13 كأفضل لاعب في العالم ياسين بونو. إذا ننتظر للإعلان على هوية أحسن حارس. صامويل إيتو يوثق اللحظة ويوثق المشهد. Bonsoir à tous et à toutes. Le meilleur gardien de but de l'année sera pour Yassine Bounou. المقدم وهو امر يؤكد مدى قوه ياسين بونو نجم الهلال واحد الاسماء التي برزت بشكل كبير رفعه المنتخب الوطني المغربي والذي سار في مسار رائع. صراعه كان كبيرا على مستوى المنافسات. رفعه الهلال اتلتيكو مدريد وايضا الانتقال رفقه عديد من الفرق جيرونا سيفيا ثم المشاركه رفقه فريق الهلال يعتبر ابرز الحراس على المستوى العالمي. ووليد الركراكي يتسلم هذه الجائزه بدلا من ياسين بونو. احسن حارس مرمى لهذه السنه يقدم الاتحاد الافريقي جائزة أحسن حارس لهذه السنة لياسين بونو ليكون الأفضل. عمر ديوف كاميرا وأيضا عبد الصمد الزلزولي هذه الأسماء التي تحظى باهتمام الاتحاد الافريقي لكرة القدم وستسلم جائزة أفضل لاعب شاب صاعد بإمكانه أن يتألق بشكل كبير في المستقبل ويقدم مشاركة جيدة. كل التوفيق إذا لعبد الصمد الزلزولي النجم المغربي الذي يدخل لغمار التنافس أمام عمر ديوف وأيضا لامين كاميرا كالو. Et le vainqueur est Lamine Camara, Sénégal. إذن تتويج يأتي للامين كاميرا في هذه اللحظات كلاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد يمثل السنغال. 19 اسم رفقة ميتس وإنتاج خالص لأكاديمية جينيراسيون فوت. مشاركة سنغالية إذا حاضرة. دخل معه في غمار التنافس والتباري لاعب المغربي عبد السيسي يتابع وهو الذي توج بأفضل جائزة مدرب للاتحاد الافريقي. لاعبة صاعدة ينتظر مستقبل مشرق لكرة القدم الوطنية المغربية. نتمنى لها كامل التوفيق وهي لحظة من اللحظات الهامة رغم الإصابة. الصعود إذن للمنصة والحصول على هذه الجائزة كل المستقبل لنسرين الشهادة. تتويج مغربي ثاني بعد التألق الذي كان من جانب فاطمة زهرة تكناوت. هذه اللحظة للتاريخ لكرة القدم الأفريقية النسبية المغربية. تتويج إذن للمدافعة التي أعطت شيء كثير حضورها القوي. رفقة المنتخب الوطني المغربي مشاركة هامة. رفقة المنتخب الوطني المغربي. كلمات لنسرين الشهاد هذه الجائزة. تهانينا إذن للبطل المغربي. نتابع. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous. Je vais commencer par des remerciements. Remercier le roi Mohamed VI, le président, pour tout ce qu'ils font pour nous, le football féminin ici au Maroc. Remercier mes coachs, tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là, mes sélectionneurs présents et les anciens, ma famille, mes parents, mon papa, ma maman, mes sœurs et mon club actuel, ma coach et son staff, qui ont fait beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Alhamdulillah. كلمة شكر لصاحب الجلالة